إذا كنت تعاني من آلام في الرقبة أو الكتف أو حتى الظهر، تأكد من مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية، لأن ما سأقوله الآن قد يغير نظرتك لجسدك إلى الأبد. ربما لا تدرك ذلك، ولكن في معظم الأحيان لا علاقة لهذه الآلام بأرضية الحوض. ليس الأمر وكأن أي شخص سيكون قادراً على إزالة الرقبة. المشكلة تأتي من مكان غير متوقع تماماً، المكان الذي ربما لم يخطر ببالك أبداً: المرارة والكبد. نعم، سمعتني جيداً. الأعضاء التي كنت تعتقد أنها مسؤولة فقط عن هضم الطعام قد تكون السبب الرئيسي لآلام كتفك المزمنة. والأغرب من ذلك أن الكثير من الأطباء لا يزالون لا ينتبهون إلى هذه العلاقة. لذلك إذا كنت قد جربت التدليك أو تناولت الأدوية أو حتى ذهبت للعلاج الطبيعي ولم تجد فائدة، فالمشكلة لم تكن في طريقة العلاج، بل في التشخيص الخاطئ. ابق معي حتى نهاية هذا الفيديو، لأنني أريد أن أريك طريقة يمكنك من خلالها في 30 ثانية فقط معرفة ما إذا كان ألم كتفك ناتجا عن السفر والكبد أم لا، والأهم من ذلك ستتعلم كيفية التخلص من هذا الألم إلى الأبد بطريقة بسيطة وطبيعية وخالية من الأدوية. دعني أبدأ من تجربتي الشخصية. أنا أيضاً مثل الكثير منكم عانيت لفترة طويلة من آلام الكتف والرقبة. جربت جميع أنواع التدليك والرياضة والعلاج الطبيعي وكل ما يمكن أن تتخيله، لكن لم يكن هناك أي فائدة. في ذلك الوقت لم أكن أعلم أنني كنت أعالج الأعراض فقط وليس السبب الرئيسي، وعندما اكتشفت السبب الحقيقي أصبح كل شيء واضحاً بالنسبة لي. الحقيقة هي أن هذه الآلام في معظم الأحيان تأتي من منطقة لا نتوقعها، وهذه المنطقة ليست سوى المرارة. المرارة عبارة عن كيس صغير يقع مباشرة تحت الكبد، ووظيفته هي تخزين سائل يسمى الصفراء. هذه الصفراء تنتج أساسا في الكبد، ثم تنتقل إلى المرارة لتصبح أكثر تركيزا، وعندما تأكل خاصة الأطعمة الدهنية تنقبض المرارة وتفرز الصفراء إلى الأمعاء. الصفراء تعمل مثل منظف طبيعي وتساعد على هضم الدهون. الآن تبدأ المشكلة عندما لا تستطيع هذه الصفراء أن تفرغ بشكل صحيح. على سبيل المثال، عندما يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم أو يعجز الجسم عن إنتاج ما يكفي من أملاح الصفراء، تصبح الصفراء صلبة وتتباطأ حركتها، ومع مرور الوقت تتشكل رواسب صفراوية. تعلق هذه الرواسب في القنوات الصفراوية ويزداد الضغط داخلها. ما النتيجة؟ الأعصاب التي تمر من تلك المنطقة تتحفز، وأحد أهم هذه الأعصاب هو العصب الفرنيك. هذا العصب يمر بجانب الكبد والحجاب الحاجز ويصعد إلى الأعلى، أي إلى الرقبة والكتفين. عندما يزداد الضغط أو الالتهاب حول المرارة أو الكبد، يتحفز هذا العصب ويترجم الدماغ هذا التحفيز على شكل ألم في الكتف أو الرقبة، أي أن مصدر الألم في أسفل الجسم لكنك تشعر بالألم في الأعلى. يسمى هذا النوع من الألم بالألم المحال أو المرجع. كثير من الناس لا يعرفون أن هذه الآلام في الكتف والرقبة قد تأتي من هذا المسار، ولهذا السبب يبحثون لسنوات عن أسباب خاطئة للألم، وقد يخضعون حتى للجراحة أو الحقن، لكن الألم يعود مجددا لأن السبب الجذري للمشكلة لا يزال موجودا. الآن لماذا تصاب المرارة أصلا بهذه الحالة؟ هناك العديد من الأسباب، لكن أهمها هي هذه. أحد الأسباب الرئيسية هو غلبة الإستروجين. على سبيل المثال، عندما تستخدم النساء حبوب منع الحمل أو العلاجات الهرمونية البديلة، يختل توازن أجسامهن ويضطرب إنتاج الصفراء. سبب آخر هو الإفراط في تناول الأدوية. الستاتينات والمضادات الحيوية وأدوية مضادات الاكتئاب من بين الأدوية التي تؤثر بشكل مباشر على الكبد. عندما يكون الكبد متعبا أو متضررا، لا يستطيع إنتاج الصفراء بشكل كاف. وسبب آخر هو أسلوب الحياة غير الصحي. تناول الأطعمة المقلية، الوجبات السريعة، كميات كبيرة من السكر، الدقيق الأبيض، والمشروبات الكحولية، كل هذه الأمور تجعل الصفراء أكثر كثافة وتبطئ تدفقها. وفي النهاية، هذا الانسداد يضع ضغطا كبيرا على العصب الحجابي. ما النتيجة؟
ألم في الكتف الأيمن، تيبس في الرقبة، أو حتى الشعور بثقل في منطقة لوح الكتف. لكن الخبر الجيد هو أن هناك طريقة بسيطة للتشخيص. يمكنك خلال 30 ثانية فقط أن تعرف ما إذا كان مصدر الألم هو المرارة أم لا. يكفي أن تضع راحة يدك مباشرة تحت القفص الصدري من الجهة اليمنى للجسم. اضغط برفق ودلك تلك المنطقة لبضع ثوان. إذا شعرت أن ألم كتفك أو رقبتك زاد مع هذا الفعل، فكن شبه متأكد أن المشكلة من نفس تلك المنطقة. في الواقع ستدرك في نفس اللحظة أن سبب الألم ليس في الأعلى بل في الأسفل. لكن كيف يمكننا حل هذه المشكلة؟ الخطوة الأولى هي حذف الأشياء الضارة مثل السكر، الزيوت التقليدية، الأطعمة المصنعة، والأدوية التي نتناولها دون ضرورة. الخطوة التالية هي استخدام مركبات تساعد على تمييع الصفراء. أحد أفضل الخيارات هو ملح الصفراء تادكا. تادكا يساعد في التخلص من ذلك الطين الصفراوي، يجعل تدفق الصفراء أكثر سلاسة ويقلل الالتهاب حول المرارة. بالإضافة إلى ذلك هو مفيد لصحة العين والدماغ وحتى البنكرياس. هناك مادة أخرى مهمة جدا وهي التورين. التورين يستخدم في الجسم لصنع أملاح الصفراء، وعندما يكون مستواه منخفضا تصبح الصفراء كثيفة وتعود نفس المشاكل من جديد. طبعا ليس من الضروري دائما تناول المكملات. في كثير من الأحيان يمكنك تحسين حالة الصفراء فقط بتغيير النظام الغذائي، مثلا تناول الخضروات المرة مثل الهندبة، الشاترة، الكرنب واللفت، أو شرب عصير الليمون وخل التفاح الطبيعي يساعد كثيرا في تصريف الصفراء. كذلك شرب كمية كافية من الماء خاصة بين الوجبات مفيد جدا. وطبعا تقليل استهلاك الأطعمة الدهنية ومنتجات الألبان. تذكر، عندما يتدفق الصفراء بشكل جيد يهدأ الجسم، لكن عندما تتوقف تبدأ المشاكل بالظهور واحدة تلو الأخرى، من آلام الكتف والرقبة إلى الانتفاخ والغثيان أو حتى الحساسية الجلدية. الكثير يظنون أن هذه الأعراض غير مرتبطة، لكن جميعها تعود إلى مكان واحد وهو الصفراء. من المثير للاهتمام أن تعلموا أنه حتى في المصادر الطبية القديمة مثل نصوص اليونان القديمة أشير إلى الصفراء كواحدة من السوائل الحيوية في الجسم. في ذلك الوقت أيضا كانوا يعتقدون أنه عندما تتجمع الصفراء في الجسم يصبح الجسم مريضا والذهن ثقيلا. والآن بعد قرون أكدت العلوم الحديثة نفس الأمر. الآن هناك نقطة مهمة جدا. أحيانا قد لا تعاني من مشكلة في الصفراء، ومع ذلك قد تشعر بألم في الكتف أو الرقبة. في هذه الحالة يجب أن تبحث عن المشاكل الحقيقية العضلية أو العصبية في نفس المنطقة. ولكن إذا شعرت فورا بخفة بعد تدليك المنطقة تحت القفص الصدري، فبلا شك يكون مصدر الألم من المرارة أو الكبد. هذا الاختبار البسيط يمكن أن يمنعنا من تلقي علاج خاطئ لعدة أشهر. وفي النهاية لا تنسى، الجسم دائما يعطيك إشارات. فقط عليك أن تتعلم كيف تقرأ هذه الإشارات. ألم الكتف قد يكون مباشرة إنذارا من الكبد الذي يصرخ قائلا: أنا تحت الضغط وأحتاج إلى المساعدة. بدلا من تجاهله أو الاكتفاء بتدليك تلك المنطقة، ابحث عن السبب الرئيسي كما تعلمت الآن. جرب ذلك، فقد تكون النتيجة فعلا مفاجئة لك. إذا شعرت بتحسن بعد التدليك أو تغيير نظامك الغذائي، اكتب لي تجربتك في التعليقات، فقد تساعد تجربتك الآخرين أيضا على التخلص من الآلام المزمنة. جسدك ذكي، فقط عليك أن تستمع إليه. لذا احفظ هذا الفيديو، شاهده مرة أخرى، وأرسله لمن يشتكي منذ فترة طويلة من ألم الكتف أو الرقبة، فربما يغير هذا الفيديو حياته. شكرا لأنك بقيت معنا حتى نهاية فيديوهات قناة دكتور بيس. إذا أعجبك الفيديو اضغط إعجاب واكتب كلمة بيس في التعليقات. وإذا لم تشترك بعد في القناة اشترك وفعل زر الإشعارات حتى لا تفوتك محتوياتنا القادمة. قدر صحتك واعتني بنفسك، وإلى اللقاء في الفيديو القادم. في أمان الله.